أنا موجود في الحي الدبلوماسي أو حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. كنا قبل كده صورنا الحي أكتر من مرة، فاحنا حاليا موجودين شرق الحي قدام منطقة الفيلات أو السكن، البعثات الدبلوماسية جنب الحي السكني R8 اللي في الصورة قدام حضراتكم على أقصى يسار الصورة. في بداية الفيديو الناس ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت أول مرة تتابعنا على اليوتيوب. ولو ما تعرفش صفحتنا على الفيسبوك، صفحتنا اسمها صفحة المهندس حسين الفيسي. هسيب لينك الصفحة على في صندوق الوصف عشان لو انت مش متابعنا تتابعنا هناك، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار ممكن تبعت لنا في رسائل الصفحة. المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي سكن البعثات الدبلوماسية. احنا كنا شرحنا قبل كده، قلنا ان الحي الدبلوماسي ده او حي السفارات هو موجود في المسافة بين الحي السكني R7 والحي السكني R8 وجنوب منطقة المستثمرين، يعني شماله منطقة المستثمرين، شرقه الحي السكني R8، غربه الحي السكني R7. الجنوب بتاعها هيكون المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة منطقة R11. ده كده بالنسبة للحي. الحي مساحته 1600 فدان، متقسم لمناطق. منطقة السكن اللي قدام حضراتكم ده منطقة فيلات خاصة بالسفراء، وفي منطقة عمارات خاصة بالبعثات الدبلوماسية، وفي منطقة خاصة بالسفارات. منطقة السفارات ومنطقة العمارات صورناها قبل كده، النهاردة هنصور منطقة الفيلات اللي قدام حضراتكم الموجودة في الصورة. شركة العاصمة حددت سعر المتر في حي السفارات ب $400 للبعثات الدبلوماسية وللدول اللي محتاجة سفارات في المكان. الهدف من حي السفارات ان هي تجمع كل السفارات الموجودة في القاهرة في أحياء مختلفة في مكان واحد بالظبط، زي كل منطقة هنا في العاصمة الإدارية تشبه بعضها، زي مثلا منطقة الوزارات كلها شبه بعض، منطقة البنوك كلها في مكان واحد، برضو منطقة السفارات هتكون كلها في مكان واحد في العاصمة الإدارية الجديدة. هيكون منطقة سفارات، منطقة سكن للبعثات الدبلوماسية، كله في مكان واحد بالظبط. وطبعا في نادي كبير جدا هيعملوه في قلب الحي هنا، بحيث كل الخدمات تكون موجودة في مكان واحد للبعثات الدبلوماسية. طبعا هيكون محيط بالحي السكني R7، هيكون جنبها الحي السكني R7 ومن الاتجاه التاني الحي السكني R8. فده يعني برضو الأحياء دي هتكون شغالة كويس بالنسبة للإيجارات والكلام ده للبعثات الدبلوماسية. لو حد عايز يأجر، حد عايز يسكن جنبهم، هتكون كويسة برضو بالنسبة للكلام ده. زي ما حضراتكم شايفين ده كل دي منطقة إنشاءات، البعيدة دي منطقة عمارات. هنحاول ناخد يمين ونطلع على المحاور الرئيسية بره ونشوف الدنيا على الطبيعة. في مطرة خفيفة كده النهاردة، الجو بصراحة بسم الله ما شاء الله جميل جدا هنا حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، يعني من أحسن الفترات اللي فيها شغل والجو بتاعها مميز هو الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم المتر هنا بيتباع $400 بالنسبة للبعثات الدبلوماسية. الحي الدبلوماسي مصمم ان هو يستوعب من 150 ل 200 بعثة دبلوماسية، بالإضافة لعاملين مباني أكتر من مبنى خاص للمنظمات الدولية. يعني ممكن ينقلوا جامعة الدول العربية هنا برضو في المنطقة هنا، أو يعملوا مبنى للاتحاد الأفريقي للأمم المتحدة، بحيث يبقى في أكتر من مبنى موجودين خاص بالمنظمات الدولية. والكلام ده هنشوفه وإحنا ماشيين على الطريق بإذن الله تعالى دلوقتي. كل دي منطقة فيلات خاصة بسكن البعثات الدبلوماسية في حي السفارات أو الحي الدبلوماسي العاصمة الإدارية الجديدة. هنحاول نطلع ونخرج بره على الطريق. زي ما حضراتكم شايفين نسبة الإنشاءات تكاد تكون مكتملة، ناقص بقى إيه أعمال تسوية الطرق والمرافق والكلام ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين المطر في الفيديو. احنا كل اللف اللي احنا عاملين نلفه في العاصمة ده بقالنا سنتين 3، كل ده في المرحلة الأولى 40,000 فدان.
يعني المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن 40,000 فدان، متقسمة حي حكومي، منطقة بنوك، في 6 أحياء سكنية غرب الطريق الدائري الإقليمي، 3 أحياء سكنية شرق الطريق الدائري الإقليمي، حي دبلوماسي، وبالإضافة المدينة الدولية للألعاب الأولمبية، والمدينة الرياضية موجودة شمال العاصمة الإدارية الجديدة. يعني احنا عندنا ده كل ال40,000 فدان اللي احنا بنتكلم فيهم. بدأ يظهر قدام حضراتكم في الصورة كده شمال الحي الدبلوماسي منطقة المستثمرين. كل اللي قدام حضراتكم في الصورة ده كده منطقة المستثمرين. طبعا من اتجاه الشرق الحي السكني R7، الحي السكني R8، ومن اتجاه الغرب الحي السكني R7. عشان تبقوا عارفين الاتجاهات. احنا كده هناخد، هيبقى كده الحي الدبلوماسي على ايدينا اليمين، ومنطقة المستثمرين على ايدينا الشمال، ولو كملنا على طول وظهرنا منطقة الحي السكني R8، ولو كملنا في الاتجاه الغرب كده هنروح على الحي السكني R7، عشان الناس تبقى متابعة معانا وعارفة الاتجاهات. انا ما بحبش اسرع الفيديو، هو بس احب اسيب الفيديو ماشي كده بطبيعته عشان الناس تتابع برضه وتشوف الدنيا على الطبيعة كأنها جت وراكبة العربية معايا وانا بتكلم معاهم. كده اللي على ايدينا الشمال سكن البعثات الدبلوماسية، منطقة الفيلات. وأقصى الاتجاه الآخر من المكان اللي احنا موجودين فيه، آخر الكورنر التاني من الحي، منطقة العمارات الخاصة برضو بالبعثات الدبلوماسية. مكان فيه أعمال حفر كبيرة جدا على فكرة، صعب الواحد يتمشى فيه بالعربية، يعني لو حبينا ننزل ونكمل في قلب الحي من تحت مش هنعرف، العملية بتبقى ماشية صعبة خالص من تحت. قدام حضراتكم ده كده كومباوند خاص بالعاملين بالبنك الأهلي في منطقة المستثمرين. في ظهر زي ما قلت لحضراتكم على طول، لو أنا ماشي في الاتجاه العكسي بتاعي ده بيودينا على الحي السكني R8. كل ده بقى أعمال شغل، ناس شغالة ودنيا شغالة تحت هنا، مباني وإنشاءات، أعمال حفر وتسوية وردم وإحلال تربة، يعني في شغل كتير جدا وناس شغالة كتير جدا موجودين في المكان اللي قدام حضراتكم. هنا مكتوب على اليافطة دي، هنشوف المكتوب عليها، مكتوب مبنى المنظمات الدولية، مشروع المنظمات الدولية. دي مواسير غاز اللي هي على الماشية دي الصفرة دي قدام حضراتكم. وكل ده كله منطقة الحي الدبلوماسي. على ايدينا اليمين ده كده منطقة المستثمرين، كومباوند العاملين بالبنك الأهلي، وفي ظهره على طول من الاتجاه التاني ده اللي ظهر في الصورة دي مدرسة انترناشونال موجودة هنا شمال الحي الدبلوماسي. حضرنا طبعا المكان ده وكان لسه صحراء خالص، ما كانش فيه أي حاجة مذكورة، يعني ما كانش فيه أي حاجة ظاهرة. كومباوند العاملين بالبنك الأهلي ده موقعه كويس جدا. هو قدام منه من الناحية التانية كومباوند بلوفير التابع للشركة السعودية، وظهره على طول موجود الحي الدبلوماسي. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة دي المدرسة. كل دي أعمال تحت كده، احنا يعني في مستوى، في مناطق بنكون احنا عاليين عنها، وفي مناطق بنكون نحس ان احنا بحس ان هي عالية عننا جامد. في العاصمة الإدارية الجديدة مناطق مختلفة كده، المستويات والارتفاعات بتكون مختلفة. كل ده كومباوند العاملين بالبنك الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، هم شطبوا الواجهات بتاعته الخارجية. المرحلة التانية بتاعة الكومباوند كانت تقريبا نازلة المتر ب20,000 جنيه. المرحلة الأولى كانت تقريبا نازلة ب10.5 أو ب11,000 جنيه. يعني الأسعار ارتفعت جامد خالص في المكان. دي برضو مدرسة تانية. طبعا الكومباوند حي السفارات أكتر من حد كان طلبوا مني في التعليقات
فانا قلت اصوره بالمره طالما انا موجود في المكان ده. كده الشارع الفاصل بين كومباوند البنك الاهلي وكومباوند جولدن يارد. احنا هنفضل ماشيين على المحور ده لحد ما نوصل للحي السكني ار 7. كل اللي على ايدينا الشمال ده الحي الدبلوماسي علشان الناس تبقى متابعة معانا. كده احنا قصاد مننا الحي الدبلوماسي على ايدينا اليمين، وكومباوند جولدن يارد تابع لمنطقة المستثمرين على ايدينا الشمال. والعمارات اللي بدأت تظهر دي كابيتال واي، كومباوند كابيتال واي برضه في منطقة المستثمرين. وعلى ايدينا الشمال ده منطقة السفارات. دي منطقة السفارات اللي ظاهرة دي اللي على ايدينا الشمال، السفارات اللي هي البيج دي كنا صورناها قبل كده في فيديو سابق. دي منطقة السفارات بقى نفسها. يعني منطقة السفارات هي قصاد منطقة الار 7. منطقة سكن والبعثات الدبلوماسية قصاد الار 8. ده كومباوند كابيتال واي، أول كومباوند قصاد منطقة الحي السكني ار 7. كل ده كابيتال واي، ده بدايته من هنا كده، وهو يكون قصاد الحي السكني ار 7 بدايته. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة في بعض العمارات بدأت تم تشطيبها هناك. وزي ما حضراتكم شايفين برضه في الصورة مستوى الأرض مرتفع هنا جامد عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه. في كومباوندات بسم الله ما شاء الله فيها نسبة إنشاءات عالية خالص، وفي كومباوندات لسه الشغل فيها مش أحسن حاجة يعني. اليافطة اللي قدام حضراتكم اللي هناك دي بداية الحي السكني ار 7. ده كومباوند أورو، ده أول كومباوند من اتجاه الحي الدبلوماسي. ده كابيتال واي، وده منطقة السفارات، وقصادنا على طول الحي السكني ار 7 ده هتكون بدايته. يعني معلش الفيديو طويل شوية، بس أنا كان الهدف إن أنا أصور الحي كله، يعني الواجهة بتاعته قصاد منطقة المستثمرين كلها عشان الناس تبقى متخيلة شكل المكان على الطبيعة عامل إزاي. ده كده كابيتال واي، وأول كومباوند بعد منه على طول اللي قدام حضراتكم بدأ يظهر في الصورة ده الخاص بتيبا روز، جمعية الدفاع الجوي. كومباوند تيبا روز تابع للدفاع الجوي. العمارات اللي ظاهرة قدام حضراتكم دي في الصورة. ده كده أصبح تيبا روز قصاد الشارع الفاصل ما بين منطقة السفارات اللي ظاهرة في الصورة ومنطقة الحي السكني ار 7. الكومباوند العمارات بتاعته البيضة دي ده كومباوند دي جويا 3، وده كده كومباوند اورو، ده بداية الحي السكني ار 7. دي كانت جولة سريعة كده، يا ريت الناس ما تكونش زهقت من الفيديو. الناس ما تنساش تعملها لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.